العلاقات مع الحيوانات حلال. جملة عندها عقلك تحس انه في حاجة غلط. ايه ده؟ وانا هقولك انك هتسمع الاغرب، لان دي واحدة من فتاوى المذهب الشيعي واللي عملت ضجة. بس خليني الاول اعرفك مين هم اصحاب المذهب الشيعي. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف بسيط كده بإن مين هيتولى خلافة المسلمين بعد وفاته، واتفقوا الصحابة إن يكون الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بس في عدد منهم ما كانش عايز ده، وكانوا عايزين إن اللي يتولى الخلافة سيدنا علي رضي الله عنه، على أساس إنه من آل البيت وجوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدد الصحابة دول مش كبار قوي يعني، وكمان وقتها سيدنا علي ما كانش عايز الخلافة، ومات أبو بكر. وبعدين قالوا عايزين سيدنا علي يتولى الخلافة مرة تانية، بس برضو تولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وحصل كده في عهده خلاف سياسي بسيط جدا، وطلع واحد يهودي يمني ادعى انه مسلم اسمه عبد الله بن سبأ، وبدأ يقول كلام مختلف جدا عن عقيدة الدين، وان علي رضي الله عنه فيه صفات آلهة، وكمان عظمه، وكان أول من يشتم في الصحابة. وهنا ظهرت الشيعة، والشيعة دي كلمة معناها أتباع، يعني شيعة علي رضي الله عنه يعني أتباعه. وهنا بقى ركز قوي، وبدأت الشيعة اللي هي المفروض حركة سياسية عايزة سيدنا علي يحكم تتحول لمذهب، وبدأ المذهب تظهر له ملامح مختلفة عن المذهب السني، والفتاوى بتاعته غريبة جدا. وأنا هقول لك مجموعة منها، زي إن الكرافات حرام. الله، طب ليه؟ قال لك إن هي تشبه بالكفار، وإن أكل لحم الأرانب حرام، وده عشان تعتبر الأرانب من الحشرات، وإن الأرانب في أزمنة بعيدة كانت ست لا تتطهر من الحيض، فربنا سخطها وخلاها أرنبة، وعشان كده احنا حرام ناكلها. وعايزه اقول لك ان دي فتوى مجمع عليها. اما مثلث برمودا واللي العالم كله قالب الدنيا عليه، ده اصلا مكان مصنع تصنيع اسلحه للمهدي المنتظر، والمكان اللي هيخرج منه، ولما يخرج هيكون معاه سيديهات لكل الاحداث اللي حصلت في التاريخ الاسلامي. وده اتقال نصا في واحده من اهم القنوات بتاعتهم، وكمان على لسان واحد من اهم العلماء بتوعهم. اما الفتاوى الجايه فهي غريبه اكتر واكتر، وهو اننا ما ينفعش ناكل البيض الحرام. ايه ده، هو في بيض حلال؟ امال البيض اللي اطرافه متساويه وقد بعض ده بيض حرام، والبيض الحلال هو اللي بيكون فيه طرف اكبر من التاني. خد بقى الكبيره، الجواز. جواز المتعه حلال عندهم، يعني الراجل يقدر يتجوز ستات من غير عدد محدد، مش بس 4. بس الفكره هنا مش في العدد، الفكره في الطريقه. يعني تقدر انك لو حابب تعمل مساج تتجوز جواز متعه من الست اللي هتعمل لك المساج عشان حرام، وده عباره عن انه بيحدد ليها مهر وبتقول له بس زوجتك نفسي، وهو يقبل، وبكده يكون الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وجانا العوض. ممكن كمان تتجوز جواز متعة عن طريق الانترنت عادي. واوعى تكون فاكر ان كده خلاص. مش هننسى فتاوى رمضان الشهر الكريم. في فتاوى انتشرت على لسان العالم اسد الله الزنجاني بيقول ان اللي يعطش في رمضان ويشرب ميه فصيامه صحيح. اما بقى اللي كان غريب جدا بالنسبه لي هو ان الست حرام تقرا سوره يوسف عشان ممكن تتفتن وتتحرك مشاعرها. طبعا غرضنا من الحلقه دي مش حاجه غير اننا نعرض لك اغرب الفتاوي اللي اول مره نسمعها عن المذهب الشيعي. قول لنا انت سمعت ايه تاني، وكمان ما تنساش الشير واللايك على الفيسبوك، وتتاكد انك عامل سبسكرايب على اليوتيوب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.